الحكاية اللي هنحكيها النهاردة دي حصلت بجد في مصر من سنين طويلة. هي قصة عن إزاي الوجع أكبر وجع ممكن حد يحس بيه مش بس يكسر صاحبه، لأ، ده ممكن يكون هو نفسه السبب في حياة ناس تانية كتير. دي حكاية حقيقية، تعالوا نسمعها مع بعض. طيب، عشان ندخل في القصة دي محتاجين نتخيل موقف. خلينا كده نتخيل مع بعض إننا بنتكلم عن طفل صغير. الطفل ده ما عندوش فلوس، والأسوأ إن مفيش ولا شخص واحد حواليه شايف فيه أي حاجة مميزة. يعني بالنسبة لكل اللي حواليه هو مجرد طفل عادي جدا في ظروف أصعب من العادي. وفجأة الطفل ده نفسه بيتحول سبب إن ناس تانية كتير تاخد فرصة تعيش. الحكاية دي مش فيلم ولا خيال، دي القصة الحقيقية لمحمود. تعالوا نعرف إيه اللي حصل. طيب الحكاية بتبدأ فين؟ بتبدأ في قرية صغيرة وبسيطة قوي في صعيد مصر. وهناك في القرية دي كان عايش بطل حكايتنا محمود. طفل اتولد وكبر في بيئة متواضعة قوي، لدرجة إن كل خطوة في حياته كانت عبارة عن تحدي. خلينا نقول إن حياة محمود كانت صعبة من هو لسه صغير. والده توفى وهو يدوب عنده 6 سنين، فبقى هو ووالدته لوحدهم في الدنيا. وطبعا عشان يساعدها كان بيشتغل بعد المدرسة في أي حاجة تيجي قدامه، حرفيا أي حاجة. يشيل طوب، ينظف ورش، أي شغلانة تجيب كام قرش يساعدوا بيهم في البيت. وطبعا أهل القرية كانوا بيبصوا له كده بشفقة، وكأنهم بيقولوا لبعض: غلبان، ده آخره هيطلع عامل زي اللي قبله. خلاص، هما كانوا شايفين إن ده قدره وإن مستقبله مكتوب وما فيهوش أي تغيير. بس جوه محمود نفسه كان فيه سر محدش يعرفه. كان فيه حلم كبير قوي، يمكن بالنسبة للناس وقتها كان حلم مستحيل. محمود كان عايز يبقى دكتور، والحلم ده ما كانش مجرد أمنية وخلاص، لأ، كان فيه وجع كبير مستنينه في الطريق. وجع هو اللي هيحول الحلم ده لهدف حياة أو موت. اللي حصل إن في يوم والدته تعبت فجأة، سخونية رهيبة. والمصيبة الكبيرة كانت إيه؟ إن القرية بحالها ما فيهاش دكتور واحد ولا حتى ممرض، فاضطروا ياخدوها مشوار طويل ومتعب لمستشفى بعيدة. بس للأسف كان الوقت فات خلاص، والدته توفت، واللحظة دي غيرت كل حاجة في حياة محمود. بس الغريب إن الموقف ده بدل ما يكسر محمود للأبد، عمل العكس تماماً. خلاه كأنه بيعاند الدنيا كلها، حول كل وجعه وكل غضبه لطاقة، لوقود يكمل بيه. من بعد اليوم ده محمود بقى بيشتغل أكتر وأكتر عشان يصرف على تعليمه. كان بينام يدوب ساعتين 3 في اليوم، ولأن البيت ما كانش فيه كهرباء على طول كان بيطلع يذاكر في الشارع تحت عمود نور. كل ده عشان يوصل لحلمه. ورغم كل التعب ده، الناس في القرية لسه بتبصله نفس البصة، لسه شايفينه بيحلم حلم أكبر منه بكتير، وإنه بيجري ورا سراب وبيضيع عمره على الفاضي. وفضلت السنين بتعدي، ومحمود في حالة بيشتغل ويذاكر في صمت تام، محدش حاسس بيه، لحد ما جت اللحظة الحاسمة، اللحظة اللي هتغير كل الكلام ده. النتيجة ظهرت، ومحمود مش بس نجح، لأ، محمود عمل المعجزة، طلع الأول على الجمهورية. الأول، نفس الطفل اللي الناس كانت بتقول عليه آخره عامل. طبعاً بالنتيجة دي خد منحة ودخل الكلية اللي بيحلم بيها طول عمره، كلية الطب. وبعد سنين بقى من الدراسة والتعب والغربة عن بلده، قرر يرجع تاني لنفس القرية. وهنا بقى نشوف المشهد العجيب. نفس الناس، نفس أهل القرية اللي كانوا بيقولوا غلبان آخره عامل، هم اللي كانوا واقفين يستقبلوه وبيقولوا ده فخر بلدنا كلنا. بس محمود ما رجعش عشان يتباهى باللي وصلوه، لا، هو رجع عشان سبب واحد بس، عشان يحقق الهدف اللي والدته ماتت علشانه. بنى أول وحدة صحية في القرية، وحدة متكاملة، وخلاها بالمجان لكل اللي مش قادر يدفع. وفي يوم افتتاح الوحدة دي وهو واقف وسط كل أهل القرية، قال جملة واحدة لخصت كل حاجة في حياته. قال: أنا ما قدرتش أنقذ أمي، بس مش هسيب أم تانية تمشي من غير علاج. طيب إيه اللي ممكن نتعلمه من قصة محمود؟ الحقيقة في درس مهم قوي بيطلع من قلب الوجع ده نفسه. الدرس هو إن ساعات الألم مش بيجي لحياتنا عشان يكسرنا، مش ده هدفه. بالعكس تماماً، ممكن يجي عشان يطلع مننا شخص أقوى، شخص عنده هدف واضح وعنده رسالة. والوجع الشخصي قوي ده ممكن جدا يتحول سبب مباشر في إن ناس تانية كتير تعيش. في النهاية قصة زي دي بتسيبنا مع حقيقة واحدة بسيطة ومهمة جدا، إن الحلم مش خطيئة، مش حرام إن الواحد يحلم،
مهما كانت الظروف شكلها إيه.